تعرف ان الراجل اللي انت هتشوفه قدامك ده يعتبر ارعب واذكى سفاح في تاريخ مصر؟ يعني احنا مش قدام سفاح، احنا قدام عقلية إجرامية. عمرنا ما حسينا بحاجة غريبة. ما فيش ريحه، ما فيش حاجه، لان ما فيش حاجه اتعملت وقتي مثلا او رمى جثه كده وكده. هو اختفى من 5 سنين، يعني ما حدش يعرف عنه حاجه في لا والدته ولا اخواته. اهله طيبين جدا، يعني بص ما فهمش ذره، والولد نفسه يعني استغربنا طريقه غريبه. قذافي محترم جدا جدا وبتاع ربنا ومتدين. وازاي عمل كده؟ الله اعلم، احنا ما نعرفش، احنا مش مصدقين. ايه اللي حصل؟ ده انت شوف فرق الليل من النهار، فرق السماء والارض، فرق الجنه من النار. هو ما كانش باين عليه حاجه غريبه ما باين عليه اي حاجه خالص. انا النهارده هحكي لكم قصه صعبه قوي، انا متاكد ان محدش حكاها قبل كده. قصتنا النهارده عن سفاح الجيزه. قبل ما نعرف مين هو سفاح الجيزة وعدد جرايمه وكل التفاصيل دي، تعالى نعرف سوا الأول الموضوع أصله بدأ منين. عايزك تظبط لي قعدتك ويلا نبدأ. بتبدأ قصتنا الاتنين أصدقاء وهم قذافي بطل قصتنا وصديقه رضا، والاتنين يا سيدي من محافظة الجيزة والتحديد في بولاق الدكرور، والاتنين صحاب قريبين جدا من بعض من وهم عيال صغيرة. لما كل واحد كبر، رضا قرر انه يسافر يشتغل بره مصر بشهادته وهي الهندسة، وقذافي كان اخر فترة ليه كان شغال في العقارات وكان ناجح ومعروف جدا في شغله. فتعدي الايام والسنين وجينا في يوم قذافي كلم صاحب عمره وطفولته وهو المهندس رضا، وطلب منه طلب غريب حبتين. انا عايزك تركز في المكالمة دي لان من غيرها القصة ملهاش اي 30 لازمة. طب هو طلب منه ايه؟ انا عايزك تكمل معايا وهتفهم كل حاجة. قذافي يا سيدي كان متجوز واحدة اسمها فاطمة زكريا، ركز معايا في اسم فاطمة زكريا عشان هنرجع له تاني. المهم زي اي بيت تحصل مشاكل بين قذافي وفاطمة، عادي وبتحصل. المشاكل كترت وبتزيد والثقة ما بينهم عمالة تقل لحد ما قذافي يعمل شيء هيغير مجرى القصة تماما وحياته 180 درجة. ايه بقى اللي حصل؟ في يوم قذافي كان شغال عادي في شغله، بص كده ليه في واحدة ست ماشية في الشارع واعجب بيها، فسأل عليها وعلى أهلها، وبعد كام يوم راح تقدم لها. أهل البنت سألوا على قذافي لقي إن هو راجل محترم وكل الناس بتشهد بأدبه واحترامه، فوافقوا عليه واتجوز قذافي الست دي اللي اسمها فاطمة الزهراء وخلف منها طفل. وعارف إنك بتسأل، أيوه كل ده حصل ومحدش كان يعرف إن هو أصلا متجوز واحدة اسمها فاطمة زكريا، محدش يعرف ولا عارف حاجة طول الفترة دي. بمناسبة بقى مراته التانية، فاطمة كان عندها أخت أصغر منها اسمها نادين. نادين كانت بتعشق أي حاجة اسمها تمثيل وأوديشن، وكان ليها كام إعلان عملته بس ما كانتش حاسة إن ده يوصل حلمها وتبقى نجمة. فقذافي سمع بالموضوع ده وقال لها إن ليا واحد صاحبي منتج كبير، فلو حابة إن أكلمهولك أنا ما عنديش مشكلة. وفعلا البنت وافقت وقذافي جاب لها المنتج ومضى معاها عقد، وشروط العقد إنها تعمل أعمال في مصر وبره مصر. لحد ما جت أول سفرية لنادين وكل اتصالاتها اتقطعت. نادين اتمحت من على وش الارض وملهاش اي اثر ولا حد يعرف فين مكانها غير القذافي. ودي تبقى اول جريمه لسفاح الجيزه. تعدي الايام والسنين ونيجي لسنه 2015. في يوم من الايام وجه المهندس رضا وكلم صاحبه قذافي وقال له بقول لك ايه، انا عمال ابعت لك فلوس كتير جدا والعائد اللي بيرجع لي قليل قوي. لان لو تفتكر معايا المكالمه الاولى لما قذافي كلم رضا وطلب منه طلب غريب، وقتها قذافي كان شغال في العقارات وزي ما قلت كان ناجح جدا، فقال له ليه يا رضا ما نبقاش شركاء سوا وتبعت لي فلوس اشغلها لك. وبسبب ان قذافي والمهندس رضا اصدقاء طفوله، المهندس رضا ما ترددش اللحظه وبعت لقذافي مبلغ كبير محترم. فعدى الوقت والعائد اللي بيرجع للمهندس رضا قليل قوي، وكان حاسس ان في حاجه غلط. فكلم قذافي وعرفه وقال له انا كلها يومين ان شاء الله هنزل مصر ونقعد نتحاسب. وبالفعل ما يعديش غير يومين بالظبط ويوصل المهندس رضا مصر. واول لما وصل مصر اختفى. الله، ازاي بقى ما دارش اللي بتقوله ده تاني؟ انا عايزك تظبط لي قعدتك ومع الاحداث اسمع مني وهتفهم كل حاجه. بعد اختفاء المهندس رضا والحاجه اللي عملها قذافي اللي هنعرفها انا وانت مع الوقت، مراته الاولى فاطمه زكريا بدات تشك ان جوزها مخبي مصيبه كبيره قوي عليها. ولسوء حظها قذافي كان عارف انها بتسال وبتدور وراه، فروح على بيته يوميها وقعد مع مراته قعده حلوه كده، وقام عمل كوبايتين عصير يشربوها. جابوا العصير وبدا يشربوا منه، وفاطمه مرات القذافي فقدت الوعي. ايوه قذافي كان حاطط حاجات لمراته تخلص عليها، وعلى طول قذافي مسك مراته وفضل يقطع فيها وحطها في اكياس سودا وشالها في الفريزر، وخد الكياس بالفريزر وراح على شقه تانية ليها قصه مهمه قوي في اخر الفيديو ودفنها هناك. قبل ما اقول لك قصه الشقه، انت عارف قذافي عمل ايه بعدها؟ القذافي يسكت ازاي بقى؟ على طول ياخد بعضه على اهل مراته الاولى اللي لسه مخلص عليها، وهو عمال يزعق ويخبط ويتخانق معاهم.
قال لهم بنتكم سرقتني في فلوس كتير قوي واختفت وانا عايز حقي. عيب يا قذافي اللي بتقوله ده. وبعد الجمله دي فورا توصل رسالة لأهل مراته مكتوب فيها أنا زهقت من العيشة واللي فيها وسرقت قذافي في فلوس ومش راجع البيت تاني أبدا. طب تفتكر معايا إن أنا كده حكيت حاجة؟ طب اسمع بقى. القذافي روح لمراته التانية ومراته التانية بتقوله بكل حنية كده أنا عايزة لبن للولد عشان خلص. القذافي قال لها حاضر ونزل يجيب اللبن واختفى. القذافي خد كل ورقه وحاجته كلها وسافر على طول على اسكندريه. ووقتها القذافي عمل حاجه غريبه عشان محدش يقدر يوصل له. لما وصل اسكندريه فتح محل بيع اجهزه كهربائيه وهو في شغله عادي القذافي لاقي بنت واعجب بيها وقدر من اسلوبه الرقيق والمحترم معاها يقنع البنت انها تديله فلوس تخش شركه معاه. والبنت كانت واثقه فيه بطريقه غبيه وادت له فلوس يشغلها لها. تعدي الايام وزي كل مره تحس البنت ان في حاجه غلط من قذافي، في حاجه مش مظبوطه. فراحت له المحل وقالت له بقول لك ايه، انا بصراحه كده عايزه فلوسي ونفك كل الشراكه اللي بينا. سكت كده وبص لها وقال لها بكل يأس انا دلوقتي بس مش معايا فلوس كاش، بس اقدر اديكي بيه اجهزه كهربائيه بسعر حلو واعتبريها لجهازك يا ست. محتاجك بس تنزلي معايا المخزن وخدي اللي انت عايزاه. ونزلت معاه المخزن وقذافي مسكها وخلص عليها لحد ما نقرب من حاجه هتحدد مصير القذافي ونهايه القصه دي للابد. تعدي الايام وقذافي اتعرف على بنت حالتها متريشه وخطبها، ولسبب ما قذافي والبنت دي يفركشوا. قذافي بقى عمل حاجه غريبه ومضحكه قوي. القذافي عرف في يوم ان البنت دي مش هتكون موجوده في بيتها هي واهلها، فقذافي لبس نقاب وراح شقه البنت دي ودخل الشقه وهي فاضيه وسرق كل الذهب اللي فيها ونزل من غير ما حد ياخد باله وهرب. لحد ما في يوم قذافي اتزنق في فلوس وقرر انه يبيع كل الذهب اللي سرقه. فصاحب محل الذهب اللي راح عنده القذافي مشكل وهله كده ان الذهب ده دهب مسروق وبلغ الشرطه فورا واتحبس قذافي في قضيه سرقه. على الناحيه التانيه يجي يسال اهل المهندس رضا بانه اتقبض عليه في قضيه سرقه في اسكندريه. هتيجي تسالني وتقول لي ازاي يا عم درش ازاي قذافي ماشي بهويه صاحبه رضا؟ بص بقى ركز في اللي جاي. اهل المهندس رضا ما يعرفوش عنه اي حاجه فجريوا جري على اسكندريه وراحوا مركز الشرطه مصدومين. يا قذافي حبيبي انت ايه اللي جابك هنا؟ وبعدين ما شفتش رضا؟ راح الظابط قال لهم قذافي مين؟ هو مش ده ابنكم رضا؟ فورا اهل المهندس رضا عرفوا ان اختفاء ابنهم له علاقه بقذافي صاحبه. طبعا انت مستني تعرف ايه اللي حصل ما بين رضا وقذافي وايه الحاجه اللي عملها قذافي لما وصل اسكندريه اللي خلت ان مستحيل حد يقدر يوصل له. افرد ظهرك كده وركز معايا. لما المهندس رضا نزل مصر القذافي استقبله. قذافي بص لرضا كده وقال له يعني ينفع كده؟ ينفع نقعد نتحاسب على طول من غير ما نتغدى اكله حلوه سوا؟ وخدوا قذافي وراحوا هما الاتنين ياكلوا كشري. واول لما خلصوا اكل راحوا على طول لشقه. الشقه دي قذافي عاملها مكان مخزن او بيخلص فيها شغل بس. دخلوا الشقه واول لما دخلوا المهندس رضا يدوخ ويقع على الارض لان اللي ما كانش حد عامل حسابه متوقعه ان قذافي كان حاطط في الاكل بتاع المهندس رضا من غير ما ياخد باله حاجات تخلص عليه. وقذافي خد جثمان المهندس رضا صاحبه للدور الارضي ودفنه. وعلى فكره الشقه دي هي نفس الشقه اللي دفن فيها مراته الاولى فاطمه زكريا. هو طبعا لما المهندس رضا اختفى في 2015 كان بيدور معانا والراجل يعني كان بيعمل قصص كده عشان يبعدنا عن اي شك من ناحيته. واكتشفنا طبعا في النهايه ان هو موجود في اسكندريه ومنتحل صفه المهندس رضا. اكتشفنا ده طبعا عن طريق محضر موجود باسم المهندس رضا اللي هو المفروض ان هو مش موجود اصلا، ان هو محضر سرقه في اسكندريه. هتيجي وتسالني سؤال ازاي يا درش قذافي ما حدش قدر يوصل له في اسكندريه؟ وازاي قذافي لما اتقبض عليه بهويه ان المهندس رضا مش قذافي؟ هو طبعا بعد اختفائه بيومين المجرم بعت رساله لاخوه في السعوديه قال له انا اخوك رضا، بعت رساله من تليفون مجهول انا اخوك اتقبض عليا في مظاهره بالخطا في 2015. الكلام كان فيه مظاهرات، اتقبض عليا واخديني في مدرعه ومش عارف انا فين. وجهنا كلنا ان احنا بندور في الاجهزه بتاعت الدوله في السجون في اقسام الشرطه، وطبعا ما كانش ليه اي اثر. 4 جثث حتى الان كانت مخبأة وتفاصيل بتنكشف واحدة واحدة في سلسلة من جرائم القتل والنصب بطلها قذافي فراج أو المعروف إعلامياً بسفاح الجيزة. سفاح الجيزة كان مجرم ذكي ودرس القانون في كلية الحقوق، وده اللي خلاه بينجح من الإفلات بجرايمه لمدة 5 سنين قبل ما تنكشف الحقيقة بعد حبسه في قضية سرقة مشغولات ذهبية. عمرنا ما حسينا بحاجه غريبه. ما فيش ريحه، ما فيش حاجه، لان ما فيش حاجه اتعملت وقتي مثلا او رمى جثه كده وكده. هو اختفى من 5 سنين، ما يعني ما حدش يعرف عنه حاجه في لا والدته ولا اخواته. قالوا طيبين جدا يعني، بص ما فهمش ذره. والولد نفسه
يعني استغربنا طريقه غريبه. قذافي محترم جدا جدا وبتاع ربنا ومتدين. وازاي عمل كده؟ الله اعلم، احنا ما نعرفش، احنا مش مصدقين. ايه اللي حصل؟ ده انت شوف فرق الليل من النهار، فرق السماء والارض، فرق الجنه من النار. هو ما كانش باين عليه حاجه غريبه ما باين عليها اي حاجه خالص. طبعا من هنا ابتديت اللي انا اشك شويه او قلبي اتقبض من ناحيته. يجي يبعت الرسايل مفيش بعدها بدقيقه عم زكريا فاطمه بعت رسايل، بعت ليك، بعت لوالدتها، دي بعتت لي، بعد الرساله مفيش بثواني. ابتديت بقى اشك اكتر، فقمت داخل عامل محضر بالتتبع، عايز اعمل تتبعات. عمل لي فعلا تتبعات، وكان معانا في اليوم ده وسابنا هو في الجيزه، لقينا مفيش بثواني في رسائل جات لنا وجات لوالدتها. قال لي لو اللي في دماغي طلع يبقى هو الواد ده. رحنا نعمل تتبعات، طلع فعلا من المحيط برضو بتاع قدام النيابه والسكه الحديد، مفيش بثواني. فعملنا التتبعات دي على السري، جبنا التليفون بتاعه وعرفنا ان التليفون ده السيريال بتاع التليفون بتاعه. طيب اشتغلنا على كده، قمت مقدم فيه بلاغ بقى رسمي باتهامه بالقتل. يعني احنا مش قدام سفاح، احنا قدام عقلية إجرامية. وهذا الشخص قرر انه في حياته اي حد يضايقه يقتله. يعني اتخانقنا على فلوس اقتله، نصب على حد ومش عارف ايه اقتله، اتخانق مع مراته اقتلها. يعني هو الراجل يستخدم القتل عشان يستمر في الحياة. عقلية إجرامية زي ما بقول لحضراتكم، تزوير بطايق، انتحال شخصيات، يعني ليس مجرد سفاح عادي. وبعدين عنده فكرة ان هو ازاي يقتل، وازاي يتهاوي الجثة، ازاي يدفنها، ازاي يحط عليها سيراميك، ويعني مسألة ليست من السهولة بمكان. وبصراحة اخواننا في البحث الجنائي وفي وزارة الداخلية يعني بذلوا مجهود كبير عشان يكشفوا هذه الجرائم اللي من 4-5 سنين. يعني هذا الرجل بيقتل من 4-5 سنين. فطبعا حدوتة غريبة جدا. وتيجي هنا برضو عظمة الكاميرات. المرعب في القصة مش اللي حكيته، عايز اقول لك ان لحد دلوقتي، لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي، القذافي ما اعترفش بكل جرائم النصب واللي عمله. وده يخلينا نسأل سؤال مهم: هل تفتكروا في جرائم تانية القذافي ما حكاهاش؟ وتفتكروا ممكن الشرطة تعرفها؟ في النهاية اتحكم عليه بالإعدام 3 مرات سنة 2020، ولحد دلوقتي لم يتم تنفيذ الحكم. وبس كده.